السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ان شاء الله بإذن الله هقدم لحضراتكم النهاردة طريقة عمل الفول بطريقة حلوة جدا وسهلة خالص. ان شاء الله بإذن الله مش هتطلعي من الفيديو ده إلا لما تكوني أستاذة في عمل الفول ان شاء الله بإذن الله. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ ما شاء الله، يعني شوية فول روعة. كان جميل جدًا بصراحة. طبعًا أنا الفيديو ده مسجلاه في رمضان، بس للأسف ما أسعدنيش الحظ إن أنا أنزّله لحضراتكم. هو كده يعني عندي، فأنا قُلت بقى أنزّله لحضراتكم. إني جيت أصوّر بصراحة لقيته موجود، فقُلت خلاص أنا هانزّل لكم الفيديو ده، وبعدين أقدّم لحضراتكم وصفات الصيف إن شاء الله بإذن الله حبايب قلبي. بصراحة كان وقتها كان وهم، يعني كان جميل جدًا. أنا كان نِفْسي بصراحة أنزّله وقت رمضان، بس الحمد لله بفضل الله يعني. الحمد لله، هي بتبقى ظروف بس والله. يالّا بينا بقى نخش بتاع الفيديو بتاعنا الجميل ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم، مش عايزين بقى الناس تزهق منّي علشان ما اتكلمش ياما في نفس الموضوع. معايا حبايب قلبي 2 حبّة طماطم، نُص كوباية عدس أصفر، 2 جزرة مبشورة، أنا باشراها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. معايا حبايب قلبي نُص كيلو فول. ده الحبّة دي وسط، لا صغيّرة أوي ولا كبيرة، يعني في طبعًا الحبّة الصغيّرة خالص، وفي الحبّة الوسط، وفي الحبّة الكبيرة. أنا جِبت وقتها الحبّة الوسط، بتبقى جميلة بصراحة. 2 حبّة طماطم اللي أنا بانزّلهم مع حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين كده، دي متقطّعة مكعبات وشايلة القشرة منها. أنا بافضّل الطريقة دي بصراحة، ما باحبش أحُط الطماطم يعني سليمة كده أو كاملة. زي ما حضراتكم شايفين كده أنا باشرط الجزر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. أنا باشرطه على الناحية الناعمة، أنا ما باشرطوش على الناحية الخشنة، في ناحية خشنة وفي ناحية ناعمة في المبشرة. طبعًا نُص كوباية آسفة، نُص كوباية عدس مغسول طبعًا حبايب قلبي. زي ما حضراتكم شايفين كده أنا بانزّل العدس نزّلت الطماطم والعدس والجزر. أنا باحب أنزّل المكونات الأول عادي، يعني ممكن تحطّي المكونات الأول وبعدين تحطّي الفول ما فيش مشكلة، يعني اعملي بالطريقة اللي تعجبِك. بانزّل حبايب قلبي معاكم الفول، طبعًا أنا بانزّله بإيدي علشان ما يقعش برّه، طبعًا إيديّا زي الفل الحمد لله. بالمناسبة حبايب قلبي أنا حطيت قد إيه مَيّة، حوالي يعني نُص قدرة الفول بالضبط، نُص بس، لإن القدرة دي بتاخد نُص كيلو فول بس، ما بتاخدش كيلو، بتاخد نُص بس. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي. طبعًا هو فار منّي برّه ومسحته، هو غلى يعني وفار منّي برّه ومسحته وطبعًا طفيت عليه، وبعدين حبايب قلبي ولّعت عليه تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي، إن أنا كنت علّيت النار يعني وكده، المفروض كنت هدّيت شوية. طبعًا بيتعمل على نار إيه، وسط. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي، هو مجرّد ما يغلي معاكِ بالطريقة دي، تهدّي عليه خالص، بيبقى زي الشمعة كده، بيبقى على نار هادية جدًا علشان يستوى معاكِ ويتقل كده ويبقى جميل. شايفين ما شاء الله ابتدى يتقل أهو معايا. هو أخد معايا قد إيه وقتها في التسوية، حوالي بالضبط ساعة، ساعة واحدة بس. وعلى فكرة أنا ما نقعتش الفول كتير، هو أنا نقعت الفول حوالي ساعة واحدة بس، يعني هو الفول كان منقوع قبل ما أقدّمه لحضراتكم ساعة واحدة بس، مش أكتر من كده. ليه أنا بانقعه ساعة واحدة بس؟ لأن لو نقعتيه أكتر من كده القشرة هتطلع منه، تطلع منه كلّها، فأنا طبعًا عشان القشرة ما تطلعش منه،
فأنا نقعته ساعة واحدة بس. طبعًا اختلط الأمر إن دخل مشهد فيديو الشربات يعني، فبس مش مشكلة يعني. شايفين ما شاء الله الفول، شايفين زبدة، تقيل وجميل. الفول لمّا يطلع معاكِ بالطريقة دي، اعرفي إن هي دي الطريقة الصح، وهتاكلي شوية فول روعة. طبعًا لو المَيّة نقصت معاكِ شوية أو نشفت يعني، نقصت يعني معاكِ شوية، بتزوّدي طبعًا، بس بتزوّدي إيه، مَيّة سخنة مش مَيّة باردة. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي، أنا هنا برضه باقدّمه لحضراتكم. ما تنسونيش بقى حبايب قلبي في لايك جميل من حضراتكم، وكومنت جميل من كومنتاتكم الجميلة اللي بتسعدني من قلبي على الجمال والحلاوة دي. شايفين ما شاء الله جميل إزاي؟